كلاسيكو أوروبي بمعنى الكلمة بين البايرن وريال مدريد. مباراة جميلة، مباراة ممتعة من ناحية الفرص، من ناحية جمالية المباراة، من ناحية أجواء المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو. ولكن لسوء الحظ ريال مدريد خسر المباراة بتفاصيل صغيرة صراحة. لو استغلينا الفرص اللي جاتنا مبابي وفينيسيوس كنا على الأقل نخرجوا بتعادل. الآن نسب التأهل بالنسبة لريال مدريد صراحة نسب ضئيلة، بحكم أنه الإياب غادي يكون في ملعب الأليانس أرينا. فصراحة ريال مدريد ضيع على روحه تعادل، ممكن كان يفوز في المباراة في اللحظات الأخيرة. كيليان مبابي ضيع العديد من الفرص، انفراد فينيسيوس مع نوير كان قادر يسجلها بسهولة. فنوير البارح كان بعبع ريال مدريد وبعبع في البرنابيو، وما كذبش لي قال نوير أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، أفضل من بوفون. فصراحة نوير البارح كان كابوس المدريديستا، كابوس أربيلوا، وكابوس مهاجمين ريال مدريد. البايرن قدم مباراة كبيرة. الشوط الأول اكتساح تام من بايرن ميونخ، بالرغم من أنه مدريد كان عنده الفرص تاعه، ولكن بايرن ميونخ من ناحية الضغط، من ناحية خلق الفرص، هما ايضا تاني ضيعوا فرص. بايرن ميونخ كي طبق الضغط العالي كان يركز على اللعيبه الحريفه اللي تعرف تخرج بالبالون من الخلف بشكل ممتاز، وهنا اقصد فالفيردي، ترينت الكسندر ارنولد، تياغو بيتاش غلط في كره كانت تتحول الى هدف. بايرن الشوط الاول شفناه اكتسح ريال مدريد في الفرص، في الاستحواذ، في الضغط العالي. شوط اول كارثي بالنسبه لريال مدريد. ولكن في الشوط الثاني ومع دخول بيلينغهام تحسن شكل الفريق في ناحيه حمل الكره للامام، في ناحيه خلق العديد من الفرص. ولكن للاسف واجهنا افضل نسخه من الحارس الالماني مانويل نوير. لولا مانويل نوير كان على الاقل ريال مدريد البارح يخرج متعادل من المباراه او فاز في المباراه. لما نجو لفقره تقييم لعيبه الفرقتين. نبدو بلعيبه ريال مدريد. اندري لونين صراحه قدم مباراة مقبولة نوعا ما، التصديات صراحة ما نلومش عليه. ترينت الكسندر ارنولد قدم لي مباراة وشوط ثاني رائع من الناحية الهجومية. الشوط الاول كان مقدم مستوى متوسط، ما كانش عنده ادوار هجوميه واضحه، ولكن الشوط الثاني بعد دخول بيلينغهام ارنولد تحرر في الناحيه الهجوميه. روديغر وهاوسن قدموا مباراه صراحه متوسطه. كاريراس كان اسوء لاعب في المباراه، ولكن ما نقدرش نلوم كاريراس. فينيسيوس البارح ولا مره يحاول يرجع يساند كاريراس دفاعيا. كاريراس طول المباراه هو عليه لاعبين، اوليزي وستانيسيتش الظاهر. فصراحه ما نقدرش نلوم كاريراس عليه لاعبين. ولو تجيب افضل ظهير في التاريخ روبرتو كارلوس ولا مارسيلو ما يقدرش يتعامل مع هذا الموقف. صراحه فالفيردي ما ظهرش بالشكل اللازم في المباراه. تشواميني قدم مباراه دفاعيه صراحه جيده نوعا ما وغادي يغيب في مباراه اياب. وغياب تاع تشواميني في مباراه اياب غياب مؤثر، بالرغم من انه تشواميني فنيا ما يساعدش الفريق، ولكن الادوار تاعه الدفاعيه غادي تبان في مباراه الاياب. تياغو بيتارش كان متوتر، المباراة كبيرة عليه صراحة. تياغو بيتاش ما كانش لازم يبدا في مباراة امس، كان على الاقل تدخل بلعيبة جاهزة اكثر، عندها خبرة اكثر مثل كامافينغا، او الدفع بابراهيم دياس في الهجوم. جولر ظهر بشكل جيد، كان من بين افضل اللاعبين في ريال مدريد، قدم مباراة جيدة من ناحية الامداد الهجومي. نجو المهاجمين ريال مدريد اسوأ مهاجمين في ناحية الانهاء، وهنا اقصد مبابي وفينيسيوس. يديروا كل شيء، يعملوا كل شيء، كيجوا في ناحيه الانهاء مع المرمى امام المرمى يضيعوا الفرص. البارح مبابي وفينيسيوس ضيعوا علينا التعادل وربما كنا نفوزوا. انفراد فينيسيوس، انفراد مبابي، صراحه الله يسامحكم برك. نجو لعيبه بايرن ميونخ. نوير افضل حارس مرمى في تاريخ كره القدم، نقطه الى السطر، ما تناقشنيش. ولي قال نوير افضل حارس مرمى في التاريخ ما كذبش. البارح كان بعبع، البارح نوير كان كابوس لمهاجمين ريال مدريد، تصديات خرافيه، والحارس عنده 40 سنه 40 سنه. ولكن اللاعبين اللي عجبوني اكثر هما بافلوفيتش وكيميتش، تحكموا بنسق ورتم المباراه بشكل جيد. ولكن افضل لاعب في بايرن ميونخ البارح في الناحيه الهجوميه هو مايكل اوليزي، كابوسي وكابوس كاريراس وكابوس مدافعين ريال مدريد وكابوس اربيلو. اوليزي ان لم يكن الافضل جناح ايمن في العالم فمن بين افضل الاجنحه في العالم اليمنى بدون شك وبدون منازع، ويستاهل يكون من بين 10 الاوائل في البالون دور هذا العام. عنده مساهمة تهديفية كبيرة، ربما راه مساهم أكثر من 25 هدف مع فريقه بايرن ميونخ. فأوليزي موهبة جبارة في الجناح الأيمن، ويا حظ بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي فيه. فصراحة حظوظ ريال مدريد في التأهل لنصف النهائي صراحة تكاد تكون شبه معدومة، خصوصا أنه البارح مهاجمين ريال مدريد تسبوا، نقدر نقولوا في اقصاء ريال مدريد من دوري ابطال اوروبا بسبب الرعونه والتهور اللي كانوا يلعبوا به في مباراه الامس. وهنا اقصد مبابي وفينيسيوس. اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، هل ريال مدريد عندها امل انه يعمل ريمونتادا في ملعب الاليانس ارينا ويتاهل لنصف النهائي؟
اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، وكتبوا لنا من كان افضل لاعب في المباراه واسوأ لاعب في المباراه. ما تنسوش خوتي تدعموني في القناه باللايك والاشتراك. نتلاقوا هذه اليومات في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.